الا ربع، بس في لجان كتير في الشوارع والنهارده الماتش ان شاء الله يا ربي نكسب، ما اعرفش مين. خلص تعادل. فانا بعتذر جدا جدا جدا، بس المكان النهارده مكانكم، وانا اللي جايه عندكم مش انتوا اللي جايين لي. فانا بشكر كل الصحافه اللي معانا وجاهزين لاي اسئله، ويا ربي النهارده يكون يعني مش تعارف، عشان احنا بنعرف بعض من زمان اكيد، وبشكركم علشان دعمتوني كتير في مصر هنا بلدي التاني، ومبسوطه ان انا معاكم النهارده بجد عشان كل الصحافه. يلا نبتدي المؤتمر بتاعنا كلنا. اتفضلوا. خلصت البوم ثلاثياتي كلوديا، وكان المفروض انه ينزل بعد عيد الفطر، بعد شهر رمضان المبارك، كان المفروض ينزل على عيد الفطر المبارك. المهم اللي حصل ان انا كنت خلاص ان انا بجهز فيه واعلنت عن ده. هو البوم عباره عن 15 غنوه من التراث العراقي. فاللي حصل اتصال مع احد الشركات اللي كنا بنعرفها، شركه ميلودي، وقالوا انه احنا ننزل السنجل اللي انا عاملاه في ميني البوم او ضمن ميكس ميلودي. فبصراحه مش مبدئيا ما عجبتنيش الفكره كتير، قلت لهم انا كده كده عندي اغنيتين، فممكن ننزل 3 اغاني عراقيه و3 اغاني مصريه وايه وننزل. فقالوا لي لا، احنا هناخد الالبوم ده الاول، والبوم التراثيات لازم انت تاجليه شويه. فتم الموضوع بما انه انا اعتبرتها فرصه في الوقت اللي احنا فيه ده، بما انه شركات الانتاج يعني مقله في موضوع الانتاج وفي شحه في الموضوع ده، فانا اتبسطت اعتبرتها فرصه واتبسطت فيها، ومفيش مشكله. الالبوم نازل قريب كمان ان شاء الله على سنه 2011، وكده كده اركز فيه اكتر علشان يتقدم بشكل صحيح. طبعا انا عملت حوار معاكي، قلت لي انك انت مأجله مشروع التمثيل والدخول في الوسط الفني الخاص بالتمثيل. اوكي. اللي حصل انه موضوع لقب عشتار الشاشه، وهي آلة الحب والجمال، وموجود تمثالها في العراق، فده مش انا اللي لقبت فيه نفسي، الناس لقبتني فيه في بلدي العراق، فاكيد انا هفضل اي حاجه يلقبوني فيها الناس انا هحبها، علشان دي نابعه من حبهم. بعد تجربتي مشاعر في البورصه، فاجلت الموضوع عشان اتفرغ للغناء، وبنفس الوقت اكون مركزه فيه. واول ما ابتديت اركز فيه الحمد لله الموضوع بدا يعني يديني نتائج ايجابيه، فمأجله الموضوع لغايه ما يجي لي كمان ادوار، دور حلو، دور اقدر اقدمه بشكل جيد، بما انه انا قدمت مشاعر في البورصه من غير انا ما اذاكر التمثيل ومن غير انا ما اخد اي كورس. فالحمد لله الفتره اللي راحت قمت بس حسب مين المخرج، مين الشخصيات اللي قدامي، بس اكيد انا اتمنى انه اقف قدام الزعيم عادل امام، عشان هو يعني بالنسبه لي امل كبير اتمنى ان احققه. كانت اراء سلبيه انا هحاول ان انا تكون ايجابيه في المستقبل، واي حد رايه سلبي لازم شويه شويه اتعلم منه. ليه؟ علشان تبقى اراءه ايجابيه. بالنسبه لتجربتي في ملكه جمال العرب، أنا كنت عايزة أحترف الغناء من أنا وصغيرة، لكن عيلتي ومامتي هي قاعدة قدامكم كانت رافضة الموضوع نهائيا، علشان إحنا ما عندناش في العيلة حد فنان. لكن بعد تجربة ملكة جمال العرب بدأ الموضوع شوية يختلف، علشان بقيت بمرحلة عمرية اعتمدت فيها على نفسي، وخصوصا ملكة جمال العرب ده بيخليك تواجه حاجات كتيرة، منها انه فيها قافلة الخير العربية، تقابل الظروف السلبية اللي بقابلها مجتمعنا العربي. فالحمد لله قدرنا نحقق شوية نجاح للقب، وكانت تجربته اكيد ايجابية بالنسبة لكلوديا وكسي في ليا، لكن ما فيش لقب فتح ابواب عليا انه انا بقى سهل ان انا اذا طرح اسمي قدام الصحافه تعرف مين كلوديا، ومن ثم انتقلت لمرحله الغناء. لكن تقول لي انه اللقب كملكه جمال العرب احسن منه على احسن مطربه او على احسن ممثله، لا، كل حاجه منفصله عن الثانيه، علشان في ناس ممثلين كبار اما احترفوا الغناء الموضوع ما كانش بالنجاح الساحق اللي حققوه، وفي ناس حققت النجوميه في كل طرق الفن اللي هم اختاروها. هو عايز اقول لك بس ياسر قصده يعني في حاجه لئيمه في سؤاله. ايوه. بيقول لك ان انت دخولك مسابقه جمال، نعم، ده تاشير الدخول للفن بشكل غير مباشر؟ لا يا استاذ، هو ما كانش موضوع تاشير الدخول خالص، هي الموضوع جاء معايا بالصدفه البحته.
انا بجاوبه بنيه طيبه مش اكتر. لا لا لا، انا بتقبل سؤاله. ما كانش الموضوع جه بالصدفه، بما انه مس ارب وورد او ملكه جمال العرب كان في شروط المسابقه كانت بالنسبه لي سهله، وكانت بالنسبه لي يعني متاح لاي بنت عربيه انه تشارك فيها. بس فانا ما اشتركت فيها وحصلت على اللقب الحمد لله. كنت يعني قدرت اعمل اي حاجه بسيطه، فلا ما كانش هو السبب، لكن كان سبب في شهرتي من ناحيه ثانيه، لكن ما كانش هو المدخل. ورأي استاذ محمد فاروق بقى في الظاهره الغنائيه دي يا استاذ محمد؟ حتى لو مهما كان لازم تجاوب بكل امانه. لا طبعا يا كلوديا، احنا اعتقد ان احنا كبرنامج شوشره اول ناس التقينا بيها، وده كان يعتبر نوع من الدعم. ما ينفعش نقيم حد لسه بيبدا في مجال معين، يعني احنا محتاجين ان هي تاخد فرصه تثبت هي بعد كده بقى نجاحها او عدم نجاحها ده حسب امكانياتها وموهبتها. انما حاليا احنا في مرحله الاستقبال، ما نقدرش نقيم غير بعد ما نسمع كويس ونتاكد ان هي عايزه تقدم حاجه جديده او مختلفه عن الأول. نرحب بالفنانه كلوديا او اشطار الشاشه. مبروك على الاول على الالبوم بتاعك، وكلمينا على الالبوم بتاعك. اهلا وسهلا بيكم. انا مبسوطه ان انتوا النهارده معايا. الالبوم ألبوم عبارة عن 6 أغاني، 3 عراقي 3 مصري، اتعاونت فيهم مع أهم شعراء موجودين في مصر، ومنهم الشاعر هاني عبد الكريم وحنان نصر، وكتلحين عصام إسماعيل والحان مظفر الأمير، وكتوزيع من مصر الموزع خالد نبيل وهاني يعقوب. أما بالنسبة للعراقي مع الشاعر الكبير طبعا حامد الغرباوي ومحمد الخطاب، كالحان مظفر الأمير، كتوزيع ميثم علاء الدين وحامد صالح. افتقدنا الصوت العراقي من ساعه قاذف الساهر، يعني قل شويه من البوماته، والحمد لله نزل البوم قريب، بس انت هتكون الصوت الانثوي للعراق، فازاي هتوصلي صوت العراق للشعب المصري والشعب العربي كله؟ والله اتمنى، يعني دي مهمه كبيره وصعبه بالنسبه لي، ومسؤوليه صعبه بالنسبه لي. اتمنى ان انا اقدر اوصل، بس احنا عندنا فنانات كتيره في العراق، وعندنا اصوات عملاقه بالعراق. اتمنى ان هي تظهر عربيا علشان الساحه تبقى يعني فيها اصوات عراقيه كتير، مش بس كلوديا. عاوز اعرف منك السينما بالنسبه لك هتعملي فيها ايه اليومين الجايين دول؟ السينما بالنسبه لي مشروع مؤجل شويه، عشان انا متفرغه لالبوم تراثيات كلوديا، ومتفرغه للغناء، علشان هو ده حلمي اللي انا كنت بتمنى ان انا احققه. فان شاء الله لو تقدم لي دور مناسب، بس مش دلوقتي، لسه شويه. ملكة جمال العرب كانت جواز سفرك للشاشه المصريه ولا الشاشه العربيه؟ هي كانت يعني جواز سفر لدخول قلوب الناس اولا، ثم قلوب المصريين. بحب اللقب ده جدا وعزيز على قلبي جدا. اكيد بعتز ان انا اخدت مس ارب وورد. عاوز اعرف منك هتبقي سفيره ازاي للعراق ان انت تبيني مشاكل الوطن العربي؟ مسؤولية كبيرة، سفيرة انه انا ابقى سفيرة عراقية مثلا زي انت ما حضرتك بتقول. المشاكل معروفة من غير ما انا انقلها بصراحة. المشاكل معروفة، وكل الوطن العربي حاسس بمعاناة الشعب العراقي. اتمنى يا رب تنزاح الغمة اللي موجودة على بلدنا وعلى وطننا وعلى شعبنا، علشان احنا بجد شعب نستحق انه شعب غني بالمواهب، بالثروات، بالخيرات، بالمشاعر الانسانيه اللي احنا بنمتلكها. بنحب كل الوطن العربي. المواطن العراقي بيحمل طيبه مميزه، بيحمل طيبه من نوع نادر. فاتمنى يا ربي انه تنزاح الغمه دي علينا، ويعيش المواطن العراقي حياه مرفهه على الاقل، ويعيش بسلام وبامان، علشان ده ابسط حقوقه. ان شاء الله، ونتمنى ليكي بالنجاح ان شاء الله. تسلم يا رب، وميرسي انك كنت معايا النهارده. ميرسي.